سلام سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وصحتكم بخير. اليوم حنحضر معاكم سامسا رويال ولا سامسا بريستيج، سميوها كيما تحبوا. سامسا بزاف بنينه وتحمل الوجه. نحتاج فيها 2 كيلات تاع البندق محمص ومطحون. حمصتهم بهذا الشكل، نحيت لهم القشور وطحنتهم. نحتاج تاني 2 كيلات تاع الكاوكاو محمص ومطحون. الكاوكاو ما قشرتوش كامل، خليت شويه القشور. عندي هنايا 3 مغارف كبار تاع حلوة الترك. هنايا حلوة الترك كانت محشية بالشوكولا. عندي 2 مغارف كبار تاع السكر غلاس، مغرفة صغيرة تاع لافاني. ونجي نطم الخليط تاعي بشوكولا اتارتيني. حطيت المغرفة الاولى تاع الشوكولا اتارتيني، زدت المغرفة الثانية. وهنايا راح نحط 3 مغارف كبار حتى ل4 مغارف تاع الزبدة دايبة. هنايا طميت كلش بسباتولا بهذا الشكل. من بعد راح نزيد مغرفة كبيرة تاع شوكولا اتارتيني، ونرجع نلم كلش مع بعض حتى نتحصلوا على خليط يكون يعني متماسك، يعني على شكل عجينة. كي نجي نشكل بهذه الطريقة الكورية تتشكل معي بكل سهولة. راح نجي باش نوزن الحباس تاعي، راح نوزنهم 20 غرام كاملين بنفس الحجم، ونجي نشكل الصمصة تاعي. بالنسبة للديول هنا كنت قطعتهم شرائط، راح نستخدم الديول قطعتهم شرائط كما قلت لكم. وعندي زبدة دايبة، راح نجيب بالبانسو وندهن بهذا الشكل. كل شريط ندهنه بالزبدة قبل ما نشكل الصمصة تاعي. ندهنه مليح بالزبدة. من بعد نجيب الكرية تاع الحشو هذاك اللي كنت حضرته معكم، نحطه بهذه الطريقة. نضغط عليه شوية فقط ونجي نلف بهذا الشكل. هاي لكم هكذا لفوا الصمصة تاعكم جهة بجهة حتى تكملوا كامل بهذه الطريقة. حبيباتي لفوها كامل، اضغطوا مليح باش ما يبقاو لكمش فراغات. ونجي هذاك الزائد اللي بقى لي نجي ندخلوه في الوسط بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ان شاء الله فقط الشرح تاعي يكون واضح. هنايا درت شويه تاع زبده باش تلصق لي مباشره. فوالا هاي لكم. نجي نلصقها بهذه الطريقه، دخلوا في الوسط هكذا. والصمصه تاعكم ولا الحبه تاعكم راهي واجده. راح نكمل معكم بنفس الطريقه باش يكون الشرح تاعي واضح بهذا الشكل. ندهن الشريط تاعي تاع الديول بالزبده، ونجي نحط في الوسط، يعني مش في الوسط، يعني في الطرف هكذا. نحط هذيك الحشو تاعي بعد ما نكون ضغطت عليه شويه، ونلف بهذه الطريقه. وهنا البنات بعد ما نكون كملت حطيتهم على ورق الزبده، دخلتهم للفرن يتحمروا من الفوق ومن التحت. الفرن ما شعلتلوش من الفوق، شعلته فقط من التحت. مره على مره نقلبهم حتى يتحمروا لي من الجهتين. هاي لكم الحبه تاعي راهي واجده. هنا كنت ذوبت شوكولا بنيه بالحليب، درت معاها مغرفه كبيره تاع الزيت، وراح ندير معاها الجوز بعد ما نكون كسرته هكذا في الخشين ونحطه معهم. ونجي نخلط كلش مع بعض ونحط نقلاصي الصمصه تاعي بهذا الشكل بالشوكولا. نقلاصيها كامله بهذه الطريقه. نحط الحبه، يعني حطوا الحبه كامله، غطسوها في الشوكولا. من بعد نحيوها ونحطها على جنب تنشف. وفوالا حبيباتي، الصمصه تاعي راهي واجده. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى ايضا تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. صدقوني جات من اروع ما يكون. صمصه رويال بزاف بنينه وبريستيج وتحمل الوجه. زينوا بها طاوله العيد تاعكم ان شاء الله. وهذا مكان راح نقسم معكم الحبه باش تشوفوا كيفاش الحشو من الداخل. صدقوني جات بزاف بنينه مع هذيك القرمشه، جات بزاف هايله. صدقوني واحد البنه ما تتشبعش. وبالنسبة للتزيين أنا زينت بالورقة الذهبية، والتزيين بقى اختياري. هذا مكان. كلكم حبيبة القلب، تهلاو في رواحكم. استنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. مع ألف سلامة.